الشمس تضيء الأرض باستمرار. عندما يكون جانب الأرض موجها إلى الشمس يكون النهار. عندما يكون جانب الأرض موجها إلى منطقة الظلام يكون الليل. دوران الأرض حول نفسها ينتج تعاقب الليل والنهار. الشمس تضيء الأرض باستمرار. عندما يكون جانب الأرض موجها إلى الشمس يكون النهار. عندما يدخل هذا الجانب منطقة ظل الأرض يكون الليل. دوران الأرض حول نفسها ينتج عنه تعاقب الليل والنهار. الشمس تضيء الأرض باستمرار. الشمس تضيء الأرض باستمرار. عندما يكون جانب الأرض موجها إلى الشمس يكون النهار. وعندما يكون جانب الأرض متجها ناحية ظل الأرض يكون الليل. دوران الأرض حول نفسها ينتج عنه تعاقب الليل والنهار. الشمس تضيء الأرض باستمرار. عندما يكون ناحية الأرض موجهة للشمس يكون النهار. وعندما تكون موجهة لناحية الظل يكون ليلا. دوران الأرض حول نفسها ينتج تعاقب الليل والنهار. الشمس تضيء باستمرار. عندما يكون جانب الأرض موجها للشمس يكون النهار. وعندما يكون هذا الجانب منطقة الظل يكون الليل. دوران الأرض حول نفسها ينتج لنا تعاقب الليل والنهار. الشمس تضيء الأرض باستمرار. عندما يكون جانب الأرض موجها للشمس يكون الليل يكون النهار. وعندما يدخل هذا الجانب منطقة الظل يكون الليل. دوران الأرض ينتج عنه تعاقب الليل والنهار. الرزنامة الميلادية أصلها ميلاد سيدنا عيسى وتتعلق بدوران الأرض حول الشمس. الرزنامة القمرية تتعلق بهجرة محمد عليه الصلاة والسلام وتتعلق بدوران القمر حول الأرض. الرزنامة الميلادية أصلها ميلاد المسيح عليه السلام وتتعلق بدوران الأرض حول الشمس. الرزنامة الهجرية أصلها هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتتعلق بدوران القمر حول الأرض. الرزنامة الميلادية أصلها ميلاد المسيح عليه السلام وتتعلق بدوران الأرض حول الشمس. الرزنامة الهجرية أصلها هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تتعلق بدوران القمر حول الأرض. الرزنامة الميلادية أصلها مولد عيسى عليه السلام وتتعلق بدوران الأرض حول الشمس. الرزنامة الهجرية أصلها هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتتعلق بدوران القمر حول الأرض. عدد أيام الشهر في الرزنامة الميلادية 30 أو 31 يوما. أيام الشهر في الرزنامة الهجرية 29 يوما أو 30 يوما. عدد أيام الشهر في الرزنامة الميلادية هو 30 أو 31 يوما. عدد أيام الشهر في الرزنامة الهجرية هو 29 أو 30 يوما. مكونات الدار الكهربائية هي المصباح، القاطعة، الأسلاك والبطارية. تتكون الدارة الكهربائية من مصباح وقاطعة وأسلاك كهربائية وبطارية. تتكون الدارة الكهربائية من البطارية، الأسلاك، المصباح والقاطعة. مكونات الدارة هي البطارية، المصباح، القاطعة والأسلاك. تتشكل الدارة الكهربائية البسيطة من بطارية ومصباح وأسلاك للتوصيل مربوطة بشكل دارة. يتم التحكم في الدارة الكهربائية بواسطة قاطعة، فإما الدارة مفتوحة فلا يضيء المصباح أو الدارة مغلقة فيضيء المصباح. تتشكل الدارة الكهربائية البسيطة من بطارية ومصباح وأسلاك للتوصيل مربوطة بشكل صحيح. يتم التحكم في الدارة الكهربائية بواسطة القاطعة، فإما الدارة مفتوحة فلا يضيء المصباح أو الدارة
أو الدارة مغلوقة فيضيء المصباح. تتشكل الدارة الكهربائية من مصباح وبطارية وأسلاك للتوصيل. يتم التحكم في الدارة الكهربائية بواسطة القاطعة، فإما الدارة مفتوحة فلا يضيء المصباح أو الدارة مغلقة فيضيء المصباح. تتشكل الدارة الكهربائية البسيطة من مصباح وبطارية وأسلاك التوصيل المربوطة بشكل دالة. يتم التحكم في الدارة الكهربائية البسيطة بواسطة القاطعة، فإما الدارة مفتوحة فلا يضيء المصباح أو الدارة مغلقة فيضيء المصباح. لمقارنة كتل الأجسام نستخدم الميزان، عملية الوزن وهي قياس كتلة الجسم. ميزان روبرفال يعتمد على توازن الأجسام التي توضع في كفتيه. عند التوازن يشير المؤشر إلى تدريجة الصفر. لمقارنة كتل الأجسام نستخدم الميزان، عملية الوزن هي قياس كتل الأجسام. ميزان روبرفال يعتمد على توازن كتلة الأجسام التي توضع على كفتيه. عند التوازن يشير المؤشر إلى تدريجة صفر. لمقارنة كتل الأجسام نستعمل الميزان، عملية الوزن هي قياس كتلة الجسم. ميزان روبرفال يعتمد على توازن الأجسام التي توضع على كفتيه. لمقارنة كتل الأجسام نستخدم لمقارنة كتل الأجسام نستخدم الميزان، عملية الوزن هي عملية الوزن هي قياس كتلة الجسم. يعتمد ميزان روبرفال على توازن كتلة الأجسام التي توضع على كفتيه. عند التوازن يشير المؤشر إلى التدريجة يشير المؤشر إلى تدريجة الصفر. تتشكل الدارة الكهربائية من مصباح وبطارية وأسلاك للتوصيل وقاطعة. يتم التحكم في الدارة بواسطة القطع. دارة مفتوحة الدارة مفتوحة لا يضيء المصباح. الدارة مغلقة يضيء المصباح. الرزنامة الميلادية أصلها ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. تتعلق الرزنامة الميلادية تعلق الرزنامة الميلادية بدوران الأرض حول الشمس. عدد أيام الشهر عدد أيام الشهر قد يكون 30 أو 31. الرزنامة القمرية أصلها الرزنامة القمرية أصلها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تتعلق تتعلق بدوران القمر حول الأرض. عدد الأيام 29 أو 30 يوما. عندما يكون جانب الأرض مواجها للشمس يكون النهار. ما يدخل هذا الجانب منطقة ظل يكون الليل. جيد. دوران الأرض دوران الأرض